إخوان بالهيمنة على المشهد السياسي المصري؟ اولا المشاركه، باعتبار ان المعارضه غائبه تماما باي حال من الاشكال ايا كانت انتماءاتها. المشاركه بالفعل محدوده للغايه، وانا سمعت مراسلكم شهاب من 3 ساعات تقريبا بعد الظهر مباشره وبيقول في ميدان التحرير 400 واحد. انا الحقيقه صعقت من الرقم، وعشان اصدق لا هو يعني شهاب مش في التحرير عشان نكون منصفين. يبقى انا نسيت محمد كان دقيق، قال عشرات. محمد محمود مراسل احدهم قال اللي في ميدان التحرير لا يزيد عن 400 واحد بعد صلاه الظهر. تمام، احد مراسليكم من ميدان التحرير. فانا صعقت من الرقم، وعشان اصدق قبل ما اجي هنا مريت على ميدان التحرير. خلينا نكون منصفين اننا نحن متابعين في انصار للرئيس ومعارضين للرئيس، فربما يكون هذا يعني اجمالا أنا سلمت في تلك اللحظه بصدقيه ما ذكره هم عشرات حتى الان. لما شفت فعلا اما رحت الميدان وفعلا وجدتهم لا يتجاوزوا حتى ال 200 فرد، ليس فقط حتى لم يصلوا الى 400 مشارك. ولكن بغض النظر عن هذه المحدوديه الشديده في المشاركه، هذا لا يعني أن القوى المعارضة ترفض الانضمام إلى هذه التظاهرة فقط لمجرد قبول حكم الإخوان، وهذا لا يعني تسليم صك بقبول حكم الإخوان، ولكن المعنى أن الاعتراض على أي طريقة في الحكم وبأي طريقة تعترض. نمرة 2، هل أنت بتعترض على حكم الإخوان؟ هل الإخوان وصلوا إلى الحكم بالفعل أم ليس بعد؟ الشعار المرفوع دائما حاليا من القوى المعارضه الخشيه، دي الفزاعه اللي شغاله دلوقتي، الخشيه من اخوانه الدوله. الحقيقه مصطلح يعني انا دارس علوم سياسيه من 25 سنه، لم اسمع عن هذا المصطلح لا قديما ولا حديثا، ولم افهم له معنى في واقع الامر. جماعه الاخوان المسلمون هي جماعه سياسيه اجتماعيه موجوده في المجتمع. معنى اخوانه المجتمع معناه ضم هذا المجتمع كله الى جماعه الاخوان، ده اللي افهمه. ولكن اذا كان هذه الدلاله اللفظيه، لكن الدلاله الرمزيه فيما يتعلق باحكام السيطره والهيمنه على مفاصل الدوله. تعال ناتي الى هذه النقطه. ده معناه لما ترجمه على ارض الواقع معناه ان يحكم مصر رئيس من الاخوان، وهذا حدث بالفعل، ده صحيح. ان تتولى الحكومه التنفيذيه وزراء ومجلس وزراء من الإخوان، وهذا لم يحدث. نحن لدينا وزير واحد وهو وزيركم وزير الإعلام، هو الوحيد المحسوب رسميا على جماعة الإخوان المسلمون. رئيس الوزراء وبقية الوزراء ليسوا إخوانا. بقية المؤسسات كلها بلا استثناء، والضجة المعمولة حول الهجمة الشرسة على مؤسسات الدولة وعلى أجهزة الدولة، نحن لم نجد حتى الآن إخوانا يعني ركبوا فوق مناصب الدولة حتى الآن، هذا لم يحدث. ليه حالة القلق والريبة دي يا أستاذ سامح؟ هناك قصور ذاتي لدى القوى السياسية الأخرى يجعلها في موقف ضعيف، وبالتالي هي تخشى من الشعبية والقدرة التنظيمية لجماعة الإخوان المسلمون، وبالتالي ستتقلص أدوار هذه القوى ولن يكون لها مكان في الساحة السياسية بل والساحة الإعلامية بالفعل في المستقبل. والدليل على ده ان هذه الفزاعه وهذه الحمله الاعلاميه المضاده للاخوان بغير وجه حق، وانا هنا لا اؤيد الاخوان ولست معهم ولكن احلل بشكل محايد. الدليل على ده ان نفس هذه القوى التي تهاجم الاخوان حاليا لم يهاجموا المجلس الاعلى للقوات المسلحه عندما كان هو يحكم مصر، وعندما اتى بوزير اعلام موالي له سواء كان زميل صحفي او لواء سابق في الشؤون المعنويه، او عندما كان يغير الوزراء، أو عندما كان يحكم مصر من الألف إلى الياء بكل حرية دون أي مضايقة ودون أي اعتراض. لذلك أنا أتحفظ كثيرا على أو أتساءل حول التيار أو القوة التي تسعى حاليا إلى بلورة، ودي قوة جديدة مشكلة من عدة قوى سياسية التي تسمي نفسها التيار الثالث، وأجرت بالفعل مؤتمر صحفي قبل فترة ثم مؤخرا، ومن الغريب أنها ضمت يساريين مع ليبراليين مع قوميين. هي محاولة لكسب أصوات من لم يصوتوا في الانتخابات الرئاسية أو ما يعرف بحزب الكنبة، والمترددين أو الذين تحولوا من السؤال هنا انتخبوا الرئيس نكاية. السؤال هنا التيار الثالث عادة، وده مصطلح ظهر في أوروبا وليس في مصر، وتحديدا كانت قوة سياسية بالفعل ظهرت في بريطانيا قبل ما يزيد عن 10 سنوات مقابل المحافظين والعمال كبديل ثالث وسطي بينهما. هنا في مصر هذا التيار الثالث بديل وسطي بين من ومن هم ضد الإخوان. من هي القوة الثانية التي يطرح التيار الثالث نفسه؟ ولماذا لم يتحدث عندما كانت القوة الثانية اللي هي القوات المسلحة كانت تحكم مصر؟ الأمر الآخر، المسألة ليست في التسميات ولا المصطلحات،
التيار الثالث ما هي الأفكار الفعلية العملية التي يطرحها بديلا لهذا الحكم. هم يتحدثون عن مدنية الدولة وعن أشياء كثيرة هي ليست يعني موضوعنا بشكل مباشر، لكنها لم تتعرض حتى الآن إلى الخطر. حتى فكرة مدنية الدولة، حتى مصطلح مدنية الدولة، حتى نضبط المصطلحات، المدنية مقابل العسكرية وليست مقابل الدينية. مقابل الدينية. نعم. إذا قلنا دينية يبقى مقابلها العلمانية، ودي قصة أخرى. وقصة أخرى طبعا. في السياق السياسي عندما نتحدث ونقول انه على الاقل في بعض المناطق من رؤوس الدولة هي اصبحت يعني السيطرة لتيار سياسي بشكل ما. يعني عشان كي نكون منصفين، ما الذي يجعلنا بعد احداث هذا اليوم، بعد ان تنتهي بهذا الحجم الذي رايناه، لا نعلم الغيب بعد ساعات، ولكن اذا ما انتهت بهذا الشكل، ألا يأتي متخذ القرار ويتحرك بأجندته الخاصة باستمرار دون تشاور ودون حوار مجتمعي، على اعتبار أنه هو الذي يحظى بدعم الشارع؟ هنا ما الذي أو يكفل للمجتمع أن يكون رقيبا ودافعا للتحكم أو التفاعل مع أجندة الحاكم ومتخذ القرار؟ عندنا أكثر من وسيلة. يعني ده سؤال رائع الحقيقة، لأن دايما اللي بيقال أعطوه فرصة، امنحوه فرصة. طيب وماذا لو لم يفعل المطلوب خلال هذه الفرصة؟ كيف يكون التعامل معه؟ هنا في مستويين، في حدين. الحد الأدنى عندما لا يلبي بعض المتطلبات، على سبيل المثال متطلبات ال100 يوم، إذا لم تتحقق أو لم يتمكن من تحقيقها وله بعض الأعذار نقبلها أو لا نقبلها، فإن الحكومة لم يكن شكلها بمفرده، هناك بعض العراقيل، أجهزة الدولة لا تزال لا تتعاون معه، فلتكن ال100 150 يوم 200 يوم، دي مسألة ممكن نتفاوض فيها بشكل مرحلي. تمام. إذا لم يحدث ذلك، في قنوات. هنا بقى يجي دور الأحزاب والقوى السياسية الأخرى، بما فيها القوى الثورية اللي عليها أن تتواصل مع الشارع وتتلقى هذه المطالب والاعتراضات والتحفظات على ما لم يقم به الرئيس وما لم تفعله حكومته. وعندنا بالمناسبة حاجة اسمها حكومة الظل موجودة من أيام عصام شرف. هذه الحكومة المفترض أنها تقدم أطروحات بديلة وتتواصل بين الشارع وبين الحكومة الرسمية. دي قنوات موجودة. الأحزاب نفسها المفروض أنها دورها الأساسي أنها تتواصل مع الشارع، مش أنها تقعد مع السلطة أو تظهر في وسائل الإعلام. بعد كده في وسائل الإعلام نفسها، عندما تغلق أبواب وسائل الإعلام دون المواطنين ودون حرية التعبير، بعد أن نستنفذ كل هذه الوسائل ننزل الشارع ونتظاهر ونعترض على ما لم يفعله الرئيس، وده حق مكفول لا يستطيع أحد أن يناور فيه. الحديث عن القنوات السياسية واضح. عندما نتحدث عن وسائل الإعلام فنحن أيضا أمام نفس الفكرة فيما يتعلق بالحرية والسيطرة، فيما يتعلق بأنني من المفترض أن أعبر عن رأيي، وفيما يتعلق بفكرة إذا قبلت التعبير مني الإرهاب الفكري، أنت تصنف على أنك فلول. يعني الحالة التي نعيشها الآن في الإعلام ما بين حالة التصنيف بشكل قد يكون راديكالي ومتطرف. صحيح. هذه الحالة أريد أن أسمع منك رصدك لها وتأثيرها على المجتمع المصري بشكل عام. مش بس هذه لا أريد أن أسميها الفوضى الإعلامية أو الانفجار الإعلامي اللي حصل في وسائل الإعلام، لكن حتى أشكال حرية التعبير اللي اتكلمنا عنها في الأول، اللي وصلت أحيانا ولو نشر إلى ذلك قطع الطرق، قطع السكك الحديدية، مش كده؟ ده نوع من أنواع رد الفعل الطبيعي المباشر اللي بيحصل في كل الثورات. يعني دي مسألة طبيعية لازم أن نتقبلها ونحتويها، لا أن نواجهها بالقمع والعودة إلى الكبت مرة أخرى، لأن بنعيد نفس الكرة مرة تانية، وبالتالي احتوائها هيفرغها من هذا الاحتقان وهذا الانفجار الشديد وتبتدي تهدأ تدريجيا. عشان كده لقينا حتى أشكال التعبير بقت أهدى. لو نتذكر من عام مضى كان في الشركات والمصالح كانوا بيحتجزوا المديرين ويقفلوا عليهم لو تفتكر عشان يحققوا مطالبهم. بعد كده بدأ فكرة قطع طرق، وأحيانا كان في محاولات لإغلاق محطات الكهرباء ومحطات المية. فكان بنشتغل بمنطق التجربة والخطأ، الوسيلة اللي تجيب نتيجة فتبتدي جهات أخرى أو جماعات أخرى تقلد. فيما يتعلق بالإعلام نحن لدينا الآن حالة انفتاح إعلامي شديدة، وكم كبير من وسائل الإعلام المقروءة والمرئية اللي متنوعة الاتجاهات. السيطرة عليها بمعنى السيطرة ليست مطلوبة وليست صحيحة بالمرة، ولكن المطلوب تنظيم مهني وليس سياسي. بمعنى حدود المهنة فين؟
أنت وأنت تجلس أمامي حاليا قد ترفض ما أقوله ولك الحق في ذلك في حدود معينة، شريطة ألا تتجاوز في الخطاب، وأنا نفس الشيء. تمام. والرسالة الإعلامية المطلوب من هذه القناة توصيلها لا تتجاوز ثوابت المجتمع بشكل أساسي. المسألة الأخرى ألا نتخطى حدود الآداب العامة. ده احنا دلوقتي وصلنا إلى حد السب والقذف في وسائل الإعلام. فالفصل بين ما هو مهني وما هو سياسي وما هو حتى بين قوسين لا أخلاقي، ده اللي مطلوب تنظيمه وليس السيطرة على وسائل الإعلام. طب اسمح لي يعني